تعال اقول لك ازاي تحرق بيتك ب 20 جنيه بس. انا جون سامح، مجموعه الفادي لادوات الكهرباء. يلا بينا. انت ممكن تسبب حريقه في بيتك وتعرض حياه الناس اللي انت بتحبهم للخطر عن طريق انك تشتري مشترك زي ده سعره ما يتعداش ال 20 او 30 جنيه. مشترك زي ده ما ينفعش نشغل عليه اكتر من شاحن او مروحه او تلفزيون ورسيفر بالكتير قوي، وده لانه مصنوع من خامات رديئه والسلك بتاعه رفيع ما يستحملش اكتر من 5 او 6 امبير، في حين ان ممكن اي حد من اللي موجودين في البيت ياخد المشترك ده يشغل عليه ثلاجه، مايكروويف، فرن، مكنسه، سشوار، مكوه، اي جهاز بيسحب كهرباء. في الحاله دي المشترك ده هيفرقع في الحال ويعمل قفله، ولو لا قدر الله المفتاح الاوتوماتيك اللي عندك في اللوحه ما نزلش هيحصل قفله وحريقه كبيره جدا. مشتركين زي اللي في ايدي دول، ده سعره 20 جنيه وده سعره 120 جنيه، لكن الفرق بينهم كبير جدا. المشترك ده بيستحمل لحد 3500 واط و16 امبير، في حين ان المشترك ده ما بيستحملش اكتر من 5 امبير و500 واط. المشترك ده يصلح لكل الاجهزه الثقيله اللي عندك، فخلي بالك كويس جدا وانت بتشتري المشتركات. مهم جدا وانت بتشتري اي مشترك تسال البياع المشترك ده بيستحمل لحد كام واط وبيستحمل لحد كام امبير. وكلامي هنا مش على المشتركات اللي بسلك بس، لا، كمان المشتركات الحائطيه اللي زي دي، كمان الكونفرتر الثلاثي بتاع الاجهزه اللي جايه من بره. خلي بالك لان الحاجات الصغيره دي بتسبب كوارث كتيره جدا. المشتركات من اكتر الحاجات اللي بتسبب مشاكل وكوارث في البيوت عندنا، عشان كده لازم نخلي بالنا كويس جدا واحنا بنشتري عشان ما نعرضش حياه حد احنا بنحبه للخطر. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش اللايك والفولو، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي اسئله او اي مواضيع حابين ان انا اتكلم. انا جون سامح، مجموعه الفادي للادوات الكهربائيه، وكنت جاي عشان اقول لك